حينما حدثت في هذا الموضوع أثناء رحلتي في الخارج، من ضمن الكلام اللي قلته إن مصر من القديم كان لها هذا المجد أيضا، والكنيسة القبطية صارت وريثة لعلم قديم ونهضة قديمة عظيمة، لدرجة إن موسى النبي قيل عنه إنه هو تهذب بكل حكمة المصريين. وقلت لهم علم مصر ده هم أول ناس في العالم عرفوا الكتابة والقراية، وكانوا يكتبوا على أوراق البردي. أوراق البرد اسمها بابايرس، والجمع بتاعها بابايري. بابايري يعني أوراق البرد. وقلت لهم من كلمة بابايري أوراق البرد المصرية أخذت كلمة بيبر بالإنجليزي، وبابيي بالفرنساوي، وبابير بالألماني، وكل الحاجات دي واخدينها من البابايرس بتاعتنا. إحنا اللي اخترعنا الورق والكتاب. وبعدين قلت لهم إحنا اللي اخترعنا الكيمياء، بدليل إن كلمة الكيمياء كلمة مصرية، لأن مصر اسمها كيمي بالقبطي وبالهيروغليفي كانت. وأي إنسان من مصر تقول رومين كيمي، ريمين كيمي يعني مصري، يعني رومي اختص. كلمة رومي اللي هي إنسان في الكونستراكتيف فورم، يعني لما تخش في تركيب كلمة تبقى ريم، يبقى ريمين كيمي يعني راجل من مصر. إحنا اللي اخترعنا الكيمياء. لغاية دلوقتي تلاقوا ناحية أسوان يقول لك شركة كيما أو بتاع، ده كيمي ده اسم مصر. كيمي يعني مصر، اخترعوا منها، جابوا منها كلمة كيمستري ودخلوا في الكلمة، لكن الكيمياء دي بتاعتها. ولذلك كانت أكبر بلد في العالم في الصيدلة، وهي اللي عرفت التحنيط واستخدام المواد الكيميائية. وقلت لهم والطب أيضا إحنا اللي اخترعنا الطب. إزاي؟ كلمة طب عندكم مش اسمها ميديسن، جات منين ميديسن؟ طبيب بالقبطي اسمه سيني، سيني يعني طبيب. لما بنيجي نصلي ونقول أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأرواحنا، نقول بيسيني إمي انتيني نبسيشي من ننسوم. سيني يعني إيه؟ طبيب. المصدر من سيني ميد سيني، حط ميد بالصعيدي ميد سيني يعني طب. فكلمة ميد سيني دي كلمة قبطية صرف جاية من عندنا، إحنا اللي اخترعنا الطب. ولا مؤاخذة ده كلام بنقوله للخارج، مش ليه كنتوا انتوا تقولوا متواضعين وترابوا رماد، معلش، لكن ده لا يمنع ان مصر كانت كده. وبعدين من الكلمات برضه اللي قلتها للناس، قلت لهم خدوا مثلا عيد الكريسماس. الكريسماس دي جت منين؟ دي من كلمتين، كرايست يعني المسيح، جاي من الكلمة اليونانية كريستوس خلصنا منه، وماس كريسماس، ماس دي جبتوها منين؟ ما فيش غير الفعل القبطي ميسي يعني يلد، وماس يعني مولود. زي ما تقول تحوت ماس يعني المولود من الاله تحوت. زي ما تقول رمسيس، رمسيس جاي منين؟ رعمسيس، ميسي مسيس رعمسيس يعني المولود من رع، ابن الاله رعمسيس. فماس دي كلمه قبطيه، هاتولي بالانجليزي بالفرنساوي بالاسباني بالايطالي بالالماني باي لغه تطلع منها ماس دي مش ممكن ابدا مولود الا من الفعل القبطي ميسي، وماس يعني مولود، كريسماس يعني مولد المسيح. اذا عرفتوا ليها مصدر اخر قولوا لي، طبعا ما عرفوش. فحتى عيد الكريسماس فيه جزء قبطي. هذه الحضاره المصريه العجيبه القويه اخذتها المسيحيه واعطتها طابعا روحيا، وأعطتها لاهوتا سليما، والعلم دخل والحضارة دخلت، وأصبحت الكنيسة القبطية فيها علم وحضارة المصريين القدماء، وفيها لاهوت ومعرفة وروحانية الأقباط الجداد، وأصبحت الكنيسة القبطية مكونة